بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم. النهارده ان شاء الله هنوريكم فيديو ازاي تقص الزاويه بتاعت الكورنيش اللي هي ما تبقى في الكورنر، ازاي تخدمها من هنا ومن هنا. اول حاجه لما تيجي جايب تقيس 10 سم من فوق من هنا وتيجي ماشي تنشر على طول. دي بالنسبه لاول واحده. اما تنشرها من هنا تعمل بتاع 10 سم ولا 7 8 سم، تخليها كده بالظبط وتيجي ناشر بالمنشار ولا بصاروخ لو بتقطع بصاروخ. الناحية التانية هتيجي جاي نفس الحكاية، هتقطعها برضو نفس الحكاية. لما تيجي جاي من هنا كده تعمل 10 سم، يعني من هنا كده وتيجي ناشر من هنا كده. بص عامل قتل الريش. طبعا من هنا كده لما تيجي جاي من اول الرسمة وما تيجي قاصص، يعني في حتة لما تبقى هنا 5 سم دي لازم تقصه عشان الرسمة دي تبقى مخدمة هنا. يعني الرسمة بص لما تيجي جاي مثلا الرسمة هنا كده تيجي جاي مخدمة هنا، الرسمة دي تبقى مع دي ماشية مع دي. وهنا في النص زي ما بقول لكم لما تنشر من هنا من اول الرسمة ومن هنا اول الرسمة بحيث تخليهم يخدموا على بعض، يعني يبقوا كده. الرسمة شايفين الرسمة تبقى ازاي هنا تبقى مخدمة دي. وأما تيجي تعمل ايه لازم اهم حاجة تحتيها يبقى الجنب ايه منة شديدة، يبقى الجنب خشن وصلابة منة جامدة عشان هي ما يقعش بعد كده. وما تيجي جاي قبل ما تركبها، اما طبعا لما تحضر جبس وكتان ولازم يكون جبس، فيه جبس اما تصب بيه الفرن ده ما ينفعش، في جبس اما يبقى حنين، اما يبقى زي بدر سينا ده اما يبقى جبس حنين معاك، يعني تعجن وتملى الكورنيشة وتركبها يبقى حنين معاك ما يشكش بسرعة زي جوهرة سينا. في جبس زي ما اقول لكم للشك بسرعة، وفي جبس اللي تعمل بيه مصيص السقف طهارة، وفي بالنسبة تركب بيه الكورنيش اللي هو اسمه أحسن حاجة بدر سينا يعني في الموضوع. زي ما أقول لكم قصات أنت ديك لما تيجي جاي رافعهم هما الاتنين. بص في الزاوية، بص لما تيجي جاي بديك في الزاوية شايفين ودي هتبقى كده. يعني أنت هتقص بص كده الزاوية هتقص من أول هنا كده، دي هتقص دي كده من هنا زاوية 10 زاوية، من هنا زاوية تيجي مخدمة معاك. بس طبعا ايه احنا دلوقتي مش في الشغل فأنا موريكم شغل نظري مش عملي يعني. زي ما انتم شايفين. بالنسبة للكورنيشة لو انت زي ما بقول لك دي بالنسبة للزاوية، يعني مثلا الزاوية هنا كده بوريها لكم هنا. استنى لحظة بوريها لكم. عاوز زاوية سطح انتوا تمسكين عشان تبقى تمام. بص كده الكورنيشة اهي ماشية، دي بالنسبة للسقف وادي التانية. زي ما احنا عارفين هتيجي جايب مثلا يا لما تركب الكورنيشة هتغرقها الأول تنزلها ببرميل الماء عشان كان عليها تراب وكده وعشان يمسك الجبس فيبقى تمام. أما تعجن اللي هو الفساطل مثلا اللي هو جردل أو في التكنة اللي هي نص البرميل مثلا هتملى تيجي حاطط تملى من هنا الجبس ومن هنا من هنا تملى الجبس حلو من هنا ومن هنا، لأن هو لما يبقى ماسك الكورنيشة من هنا ومن هنا في النص ده محقاش تعمل ربط عالي كده هو هيمسكها على كلها. لو ربط عالي بس تعمل ربط هنا وربط هنا وربط هنا بس تملى تدخن الجبس كده يبقى عاله كده. اما تيجي بعد كده زي ما بقول لكم ما تحط الجبس من هنا وجبس من هنا
لو عندك مثلا عاوز تخلي الجبس دي يبقى زي الحديد، هتحط له مثلا ايه، ربط كتان هنا. يعني لو شوية جبس تيجي عاملهم بكتان، ربط كتان من هنا وربط كتان من هنا، ينساها بعد كده تقعد العمر كله في بعض تقعد. أحسن حاجة الكتان بالنسبة للجبس، أي شغل جبس أبوه الكتان. زي ما قلت لكم لما تبدأ من هنا من هنا ومن هنا، دي لو عايز تعمل رابط. في ناس تانية بتركب بمادة لاصقة في أوروبا، بنركب بمادة لاصقة. وفي عندنا احنا في مصر عموما لما نركب بجبس. زي ما بقول لكم لازم يكون جبس بتاع فرم تركيب، مش يبقى جبس اللي هو بتاع صب الفرم، مش جبس يشك بسرعة، لازم جبس يكون حنين. زي ما قلت لكم الجبس الحنين بدري سينا. انما لو انت هتصب مثلا كورنيشة زي كده، انت عاوز لك جوهرة سينا. جوهرة سينا في الشك سريع قوي. زي ما بقول لكم لما تيجي حاططها، لما تملى زي كده تيجي حاططها كده وتمسكها وتهز كده. مش شايف الكورنيشة؟ الكورنيشة اهو بتبقى طالعة هي في زي السطح كده. وفي ناس لما تعمل كورنيشة زي كده وتعمل إضاءة وراها مخفية، يعني لو عايز ما تخليهاش طول السقف زي كده، كورنيشة وراها إضاءة مخفية من هنا كده. طبعا في الكرانيش تهيتي فيه لما يبقى لها زاوية، حسب كل الكورنيشة نفسها لها زاوية، ما تحط في الكورنر اللي هو هنا، ما تركب وتتخدم عليها ما تبقى لفة هي. ممكن عاوز تحط فيها سبوت بتاع بتاع كهرباء ما تحطه بعد كده. بس قبل ما تعمل سبوت ما تفتح يا تفتح في الزاوية بالبنطة بتاعة سبوت كده هويتي. اما تعمل مكان السبوت مكان ليه ده هو الهام. تاني لما متوصل خرطوم عليه بواط، انت بترمي خرطوم وبعد كده الكهرباء ما يجي يوصل السلك فيه يوصل الكهرباء. زي ما بقول لكم اهم حاجه بعد ما تركب انت من هنا ومن هنا، طبعا تقص الزاويه، الزاويه تبقى زي كده، قص زي كده 10، تعمل 10 سم من هنا تيجي قصص كده نفس القصه دي. والناحيه التانيه نفس الحكايه برضه ما تبقى زي كده، تعمل 10 من فوق ولا 8 سم وتيجي قاصص كده بزاويه. دي اما في السقف هتتخدم على التانية بالظبط، مش هتحتاج اياها حاجه بسيطه. بعد ما تقفل زي كده هويتها ما تجيب تجيب لك لح عجين وتقفل الكورنيشة من فوق ومن تحت. ولو فيها اي مثلا الفاصل بين الاثنين لما تعملوا حته جبس وما تيجي جايب سكينة المعجون، سكينة صغيرة طبعا، وفي منجفرة صغيرة اما تعمل بيها، وفي جوام تنظف بيه الزود تنظف بيه اللحام. وبعدين تيجي ماسك الفرشة تعمل شوية اسمنت بتاع قصدي شوية جبس، تعملهم في كوباية وتقلبهم حلو تخليهم جبس يا خفايف. وتبتدي تدهن كأنك لما تدهن نقاشة الكورنيشة نفسها. هتلاقي الكورنيشة بعد كده اهوتي دارت اللي دارت كل اللي هي اللي إن كان مثلا فيها حتة تنميلة فيها فاصل ناحية الزاوية أو في النص، هتلمع. هتلاقي الكورنيشة اللي تلمع وتموت على حتة السوس اللي في الكورنيشة هتلاقيها مية مية معاها. أحسن نقاش بكرة بعضه يشتغل ما يعطلش حاله ولا يقول لك الشغل مش مظبوط أو كده. زي ما قلت لكم ده الفيديو بتاع تركيب الكورنيشة اللي هي العادية. بعد كده هوريكم الجبس البلدي والجبسن بورد والشاشات والسقف المعلق والثري دي. اي شغل انت عايزه ان شاء الله هتلاقيه في القناة. لو عجبك الفيديو صل على سيدك النبي اول هام، وبعد كده اشترك في القناة. وجزاك الله الخير. انتظرونا في فيديوهات قادمة ان شاء الله مع تعلم المعمار مع الغضريف. السلام عليكم.